السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عودة من جديد عبر الصفحة الشخصية لعصام المعلاوي وقناتي على اليوتيوب قناة العالمي. قبل ما تتفرج على الفيديو ما تنساش تعمل لي لايك واشتراك في القناة. وقبل ما نبدأ على اللي هنتكلم على مباراة الأهلي وسموحة بقول لك صلي على الزين واعمل لايك والشير لعصام المعلاوي. طبعا انتهت منذ لحظات مباراة النادي الأهلي ومباراة سموحة وفوز النادي الأهلي على سموحة 2-0، هدفين مقابل لا شيء للنادي الأهلي على سموحة. والنادي الأهلي يتصدر بطولة الدوري الممتاز لعام 2023. وعايز اقول لك ان النادي الأهلي النهارده فيه غيابات كبيرة جدا جدا في النادي الأهلي. اول حاجة نتكلم على واحد زي حسين الشحات متألق في الفترة الأخيرة غياب للإصابة، واحد زي علي معلول للإراحة، عندك واحد زي كريم الدبيس، وواحد زي كريم فؤاد للإصابة، وعن برونو سافيو وشادي حسين وكريم الدبيس ده يعني قرار فني. اما حسين الشحات اصابه، رامي ربيعه اصابه، في بعض اللعيبه كريم فؤاد كريم فؤاد ايضا اكرم توفيق، رامي ربيعه، في لعيبه اصابات وفي لعيبه راحه عشان مباراه الرجاء القادمه اللي هي يوم السبت القادم، اللي نتمنى من النادي الاهلي ان هو ان شاء الله في استاد القاهره يحقق نتيجه ايجابيه ان شاء الله تريح النادي الاهلي في مباراه العوده. خلينا ما نروحش بعيد النهارده ونتكلم على مباراه الاهلي وسموحه. النهارده شفنا مباراه النادي الاهلي جميله جدا وتحركات في الملعب، وشفنا مباراه جميله للنادي الاهلي، وهو الاهم في المباراه انه حصد الثلاث نقاط. طول ما الاهلي بيفوز بالثلاث نقاط دايما بيديله ثقه اكبر، يعني ان شاء الله بحصده ان هو يحصد لقب الدوري الممتاز. الهدف الاول للاعب محمد شريف، وعوده جميله جدا للاعب محمد شريف المخيف، وهدف ولا اروع ولا احسن من كده، هدف على طريقه الار2، هدف جميل جدا لمحمد شريف. ثم الهدف الثاني للاعب اللي كل الدنيا بتحاربه عشان يبطل كوره، اللي كل الدنيا بتحاربه، كل ما يوقع عليه غرامه كل ما يحط هدف، كل ما يوقعوا عليه غرامه كل ما يتألق، كل ما يطلعوا لجنه الانضباط قرار بايقاف 12 مباراه وغرامه مليون جنيه يرجع يتألق تاني. وفي انباء بتقول ان الاهلي بيتحرك لانسحاب من بطوله السوبر اللي هي تقام في الامارات يوم 5 مايو بين النادي الاهلي والزمالك، في ظل العقوبات اللي بتنزل على اللاعب محمود كهربا. انا مش عارف هم عايزين ايه من اللاعب محمود كهربا. اللاعب محمود كهربا بيتألق جدا مع النادي الاهلي، وكل مباراه له بصمه، يعني كل مباراة له بصمة مع النادي الأهلي، وشايف ان هو بيتألق، وبصراحة صفقة ممتازة للنادي الأهلي. ولابد ان النادي الأهلي يتحرك بسرعة على موضوع محمود عبد المنعم كهربا. يعني شفنا مباراة النهارده وشفنا غيابات كبيرة، وشفنا النهارده مباراة شفنا محمد شريف بيلعب في الجبهة الشمال هو واللاعب خالد عبد الفتاح، وفي الجبهة اليمين بيلعب بيرسي تاو ومحمد هاني. وشفنا النهارده في وسط الملعب مروان عطية وعمرو السولية واليو دانج النهارده كان بيقوم بالأدوار الهجومية النهارده مع النادي الأهلي. وشفنا تألق النهارده محمود متولي هو محمد عبد المنعم في حراسه المرمى. بصراحه محمود متولي شكل بنسبه كبيره هو اللي هيلعب جنب محمد عبد المنعم في ماتش الرجاء، يعني بنسبه كبيره اشراك محمود متولي مباراتين على التوالي، هو شكله كده مارسيل كولر المدرب السويسري هيشارك محمود متولي مع محمد عبد المنعم في ماتش الرجاء في الدفاع. وده انا شايف القرار ده هيبقى صح جدا لو لعب محمود متولي جنب محمد عبد المنعم. وجه طرد لمحمد الشناوي، طرد يعني مش عايز اقول لك تصرف غير لائق من محمد الشناوي في اخر اللقاء في ضرب اللاعب سموحه، والحكم طارق مجدي ادى لاحمد محمد الشناوي كارت احمر. انا شايف يعني ما كانش يستاهل ان انت يعني التصرف ده من محمد الشناوي كابتن فريق النادي الاهلي. ده كان فيديو عن احداث اللقاء مباراه النادي الاهلي ومباراه سموحه اللي فاز فيها النادي الاهلي. طبعا ما تنسوش ليه اشتراك في القناه وتعملوا لايك، ويا رب الفيديو يكون عجب حضراتكم، واشوفكم في الحلقه القادمه ان شاء الله.